جديدة بالنسبة لعلي عدنان في الدوري الإيطالي، الدوري التركي، الدوري الأمريكي، وأيضا تجربة قصيرة في الكرة الدنماركية. كرة المنتخب الروسي من الجهة القريبة، يحاول اللاعب إيفان أوبلياكوف، لكن كرة تبعد من مصطفى ناظم مرة أخرى المنتخب الروسي، لكن علي فائز. كرة أمامية ناحية علي الحمادي، الانطلاقة لكن خروج الحارس سيرجي بيسياكوف. تعود لدانيال جيليبوف لاعب الارتكاز بتشكيلة المنتخب الروسي. المنتخب الروسي أو الكرة الروسية 4 مونديالات. الكل يعلم المونديال الأخير لم تشارك وأبعدت من المباريات الملحقة، المباراة المفروضة على المنتخب الروسي، لكن عودة الحياة للكرة الروسية. تسديد الكرة لكن إلى الخارج إلى ركلة مرمى جلال حسن. وما قدم جلال من مستوى أكثر من رائع في بطولة الخليج الأخيرة، والتسديدة كانت من القائد دانيال فومين، والكرة إلى ركلة مرمى لمنتخب. الدقيقة السابعة ولا زلنا نبحث عن صورة، عن لمس الكرات، عن الاستحواذ، أن تصل الكرة إلى لاعبينا، وبالتأكيد بشكل عام الشارع الرياضي ينتظر أن تصل الكرة إلى زيدان إقبال لكي نشاهد لمسات هذا اللاعب مع بقية الزملاء. أيضا إبراهيم بايش نجم بطولة الخليج. كرة الآن المنتخب الروسي يستحوذ على الكرة، وهذا أمر طبيعي. منتخبنا بتنظيم دفاعي، العرضية المحاولة، الكرة تبعد، تصطد بمصطفى جهة اليمين. إبراهيم بايش، تمريرة مثالية لمنتخبنا زيدان إقبال، والكرة وصلت إلى زيدان، إلى علي الحمادي بكل هدوء. لاعب نادي ويمبلدون الفترة الأخيرة يعيش يعني أوج عطاء، تسجيل أهداف، صناعة أهداف، وبالتالي نتمنى أن تكون هذه الإيجابية والمستوى العالي لعلي الحمادي إضافة قوية لمنتخبنا في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة للكرة العراقية. كرة أمامية، زيدان إلى إبراهيم بايش، الكرة طالت على إبراهيم وبالتالي إلى رمية تماس بعد نجاح منتخب الشباب والتأهل إلى المباراة النهائية لكأس آسيا للشباب والتأهل إلى المونديال. أيضا منتخبنا الأولمبي بتواجده في بطولة الدوحة الدولية، وخوض منتخبنا هذا اللقاء أمام المنتخب الروسي. فمنتخباتنا يعني حاضرة، وكرتنا إن شاء الله لها المستقبل المشرق بوجود عناصر مميزة على مستوى اللاعبين المتواجدين في دورينا، وعلى مستوى العناصر واللاعبين المتواجدين في الدوريات العربية والأوروبية. أمجد، مقطوع الكرة من حسن رائد، تعود الكرة إلى مصطفى. الدقائق الأولى من اللقاء والتعادل السلبي لا يزال مستمر. جلال حسن ناحية أيمن، كنترول من أيمن، بالقرب من زيدان. علي الحمادي، الكرة يحاول أن يصل إليه لكن تصل إلى سيرجي بيساكوف للدفاع الروسي مرة أخرى. خطأ بالإبعاد، يلا يا إبراهيم بايش، إبراهيم، الله يا إبراهيم. كرة حاول أن يستغل خروج الحارس، لكن بالنهاية الكرة أبعدها المدافع رسلان ليتفينوف يحرم منتخبنا من هدف أول. الكرة كانت رايحة لكن حلوة من إبراهيم بايش، العقل زينة، وحاول أن يستغل خروج الحارس. هي الفكرة صح والتنفيذ أصح، لكن بالنهاية الكرة أبعدت من المدافع الروسي رسلان ليتفينوف. إذا منتخبنا نتمنى من خلال الكرة الماضية، كرة إبراهيم بايش، أن تكون الانطلاقة الحقيقية لمنتخبنا وللاعبينا في هذا اللقاء. شاهد المخرج مركز على ليتفينوف، التمريرة كانت خاطئة من الحارس بيساغوف، لكن والله حلوة يا إبراهيم، حلوة، لعبها يعني كما هو مطلوب، لكن المدافع حاضر رسلان ليتفينوف. إذا الخطورة الأولى في هذا اللقاء حاضرة وشاهدناها من قبل لاعبينا ولمنتخبنا، وبالتحديد من نجم بطولة الخليج الماضي إبراهيم بايش، لكن الكرة أبعدت من المدافع رسلان ليتفينوف. نتمنى أن